أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دخلت لكم طول في السلطة اليوم، باش نطيب صلصة ومعها سلطة ومعها ماكل كعبة البريك في الفطور متاع نص النهار، ومن بعد تالي باش نطيب باجيت فرسي، وباش نقعد شوية في البلكون باش نشرب قهوتي، ومن بعد نتعدى نطيب العشاء باجيت فرسي. ان شاء الله تعجبكم الوصفة ويعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بالتشجيع والاشتراك كما زلتوا ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي كومنتاري يفرحني. تعديت للسلطة، قطعت الفقوس تسمى المرة هذه شرالي راجلي الفقوس خاطر غالي، كان ب3000 وب3500 وب2500، بصراحة غالي. تويكا سما وصل 1800، باهي 1800 برك على الأقل. شرالي كعباد راجلي باش نقطع توه السلطة، وباش نعمل لك الكعبة البريك. طيبت صلصة ما وريتكمش على خاطر عندي برشا فيديوهات فيهم الصلصة، ما وريتكمش. طيبت صلصة باللحم، وتوا باش نقطع السلطة. قطعت الفقوس وطماطم، كعبة الطماطم هذوك ما فيهمش زريعة، نضاف من داخل، نحلهم نلقاهم كعبات نضاف فرغانين ما فيهم حتى شيء. قطعت شوية قرن فلفل صغير، شوية بصل، كعبة طماطم، ومعهم الفقوس. فوحتهم برويحة زيت، رويحة ملح وفلفل أكحل، ومعهم شوية نعناع شايع هكاهو. زدت فورت كعبة بطاطا مع الكعبة البريك. قطعت شوية كعبة بطاطا خاطر الراجل يحبها السلطة هذه بالبطاطا، وهي راهي اصلا سلطه تونسيه ما فيهاش البطاطا، فهيك المكونات هذوك. الكعبة البريك عملتهم شويه معدنوس، ذبلت شويه معدنوس وبطاطا، بطاطا مفوره، وزدتها شويه معدنوس ومعهم شويه بصل. ذبلت البصل والمعدنوس مع بعضهم، وحطيت لهم شويه ملح وفلفل اكحل، وخلطتهم، زدتهم شوية دجاج طايب، وخلطتهم ببيضة، ولويتهم كما تشوفوا فيهم هكاك. تعدت قليتهم، كملت السلطة وشدت نقلي. هذه الصلصة كما تشوفوا طايبة. توكا باش نفور المقارونة، باش نفور سباغيتي، ومن بعد تاني نتعدى نفطروا، وبعد نرتاح. هاكم معايا، ما تعدوش الفيديو، تفرجوا فيه للآخر، ان شاء الله يعجبكم، وباش تشجعوني. وكما تشوفوا هذا فطيرنا، مقرونة صلصة بالسباغيتي، شوية البن، خبز، ومعها السلطة والبريك والغلة يا ناعما ما شاء الله، نزل فيها البركة، كل شيء خيرات، الحمد لله يا ربي. وتو باش نتعدى العشية باش نقيل ونرتاح، ومن بعد تالي نوض نشرب قهوتي باش نشربها اليوم في البلكون. ان شاء الله تعجبكم قاتي. والله وحدي نعمل كيف وحدي، قعدت في البلكون. البلكون لا محالة ماهوش لك الكل، اما سديتها منا ومنا، وقعدت عملت كيف وحدي. هذاك كعبت البلح شراهم لي راجلي، وهاني نعمل كيف وحدي العشية، وان شاء الله كيف يعجبكم. وبعد تالي باش نتعدى نطيب العشاء. عشاء اليوم باش نطيب باجيت فرسي. باجيت فرسي هكا، هو مش نطيب حتى شيء. ولدي يخدم العشية، وراجلي اني وراجلي كهو. ولدي يروح مبخر، وولدي الاخر موش أنا. نطيب عشايا، لا قلت يعني وراجلي كهو، هما ولدي الاخر مش هني، والاخر باش يتعشى برا، يشري كسكروت
ولا اللي أنهم فيه، وأني يعني عاملة كيف أني وراجلي الحمد لله يا ربي. باش نتعدى نطيب العشاء. جبت كعبة رويحة سكالوب باش نقطعها طريفات. الباكات فيرسي مش باش نعمل العجينة اليوم. عندي العجينة متاع السوفلي المرة اللي فاتت جبتها عندي، خليتها ساشي كبيرة في ساشي متاع كونجيلاسيون، حطيت فيها العجينة متاع السوفلي المرة اللي فاتت قعدت منها. جبتها باش نحلها، مش نعمل تويك الحشوة مش نعمل حتى شيء، لا معدنوس لا حتى، باش نحلك رويحة السكالوب. باش نحط فيها شوية بصل ومعهم شوية جبن. من بعد تالي نفوحها بملح وفلفل أكحل وهكا، وشوية ثوم مرحي تفويحة متاع الدجاج. ومن بعد تالي نتعدى نحل العجينة. كما تشوفوا قطعت السكالوب. تو باش نقطع البصل ونحطهم يتقلوا وبعد نفوحهم. العجينة جبتها من شوية، العجينة اللي في الكونجيلاتور جبتها من شوية ما تحلتش بالكدي. خليتها توكا باش ترتاح، ومن بعد تالي نرجع لها شوي. كما تشوفوا قطعتهم. تو باش نحطهم في الطنجرة، باش نحط فيهم رويحة زيت ونحط معهم السكالوب واللحم هكا هو، ومعاهم شوية ثوم مرحي. عندي ثوم مرحي عملاتها تو مرة أخرى إن شاء الله نوريكم كيفاش عملتها. ومعهم والله يفوح بالقدير الثوم المرحي هكا، ومعهم الملح وفلفل أكحل وشوية زيت. حطيت كما تشوفوا الزيت باش نحط فوقهم البصل ونزيدهم لفحات في نفس الوقت، ونحطهم على الغاز يتدبلوا شوية لين يطيب السكالوب وهكا هو. هاك رويحة فلفل أكحل وشوية ملح وهكا هو. من بعد تالي كيف نحل اني العجينة نحط لها ندهنها برويحة هريسة ونعمل لها شوية جبن من بعد فوق الخلوط. عندي جبن هكلا موتزاريلا ما حتى هو براسك مخليها في الكونجيلاتور باش ما يتهلكليش. نخلط كما بالسكينة ونحط فوق الخلوط. ان شاء الله وصلتوا للمرحله هذه في الفيديو. ما تنسونيش بالتشجيع. شوفوا العجينه كيفاش مازالت كاسحه، باش نخليها تزيد ترتاح شويه خاطر ما تحلتليش كاسحه. شفتوا باش نخليها تزيد تتحل، ومن بعد تالي نحاول نحلها. جت والله عجينه تعمل كيف. ان شاء الله تو مره اخرى نعود ديما نخلي العجينه، خاطر العجينه هذه جتني سوبل اكثر من وقت السوبلي المره اللي فاتت. تحلت بالكدي، وحتى كيف طيبتها جت طريه على المحلاه الباجيت فارسي. كما تشوفون بعد ما حليتها حطيت الهريسة، دهنتها بالهريسة. وتو باش نحط فوقها الخلوط. نحط فوقها الخلوط وبعد تاني نحط فوقها الجبن، وواحدة نحط طبقة فوق واحدة. نغطيها الساعة بالشيرة اليمين بشيرة اليمين، وبعد تاني نحط بشيرة اليسار فوق شيرة اليمين. هاكي هي الباكيت فارسي. تنجموا انتم تخرطوها هيك تقصوها بشويه شويه منا ومنا. اني عملتها المره هذه بالساهل فيسع فيسع. تعبت اليوم الصباح في الصالصه، قلت خليني بركه يا مال اعملي اللي عينك فيه. المهم تعملينهم باكيت فارسي على الاقل نرتاح من طياب العشيه كسكسيه مقرون. طيبت حطيت عاد الفرماج كما تشوفوا. تو باش نسكر، ومن بعد تالي نحطها في الطبق الفور. ومن بعد ما نحطها نقصها. عندك السلطه نتاع هو زدتها بن على بن السلطه.
عندك السلطة اللي طيبتها الصباح متاع فطور نص نهار، زدت صبيت كمية منها مع الحشو. والله جت بن على بن، جربوها واعطوني رايكم. جربوها والله، جربوها تجي بن على بن. حطيت سكرتها كما تشوفوا، سكرتها من الشيرات من الجنبات اللي منه ومنه، وحطيتها في طبق الفور. دهنت طبق الفور بالزيت. انتم تنجموا تعملوا ورق الزبده، انا ما عنديش ورق الزبده، دهنتها بالزيت. كما تشوفوا حليت الطرف الاخرى. هما جوني كعبتين برسك على عدادنا، وحليتها. عملت لما حالة ما عملتش فريت بصراحة، غير اعطيني نطيب لها العشية وكاو يا ربي. وهاني حطيت الحشوة هنا. في هذه نسيت الجبن، كل مرة حاجة نسيت الجبن ما حطيتهاش، وحشاء وثنات مش مشكل. جت والله حلوة والله، مش زدتها عاد شوية تاكل السلطة كما تشوفوا. هذه عبيتها باللحم، الكمية اللي عملتها كبيرة. قعدت عملت شوية في الكعبة الأولى، والباقي كلها صبيتها في الكعبة الثانية. وتو باش نحلهم بالسكينة في بلايص كما تشوفوا، بارتي هو نحلهم نشقهم لين تبان الحشوة، باش كي تطيب العجينة من داخل تطيب، ما تقعدش نية. وتوا باش ندخلهم للفور على درجة 220 مسخناتها قبل، وخليتها حكاية 45 دقيقة هكاك. طابت بالكدي، جت بن على بن، جت تعمل 66 كيف. نودكم وما نشهيكم، وشكون اللي قعد معايا للمرحلة هذه، إن شاء الله ربي يخليه ويستر، وربي يعطيكم ما تتمنوا، ونخليكم في أمان الله في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله.